السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سوا مع بعض الكشك الصعيدي. ده شكل الكشك، بيبقى كده ناشف. ال3 حبات دول هيعملوا كمية كبيرة. أول حاجة هنحط عليه مية عشان يفك. هنسيبه في المية حوالي ربع ساعة. بعد كده هنعمل تقلية. هنحط سمنة ونقطع فيها بصلاية. هننزل بالبصلة المتقطعة. هنسيب البصلاية تحمر شوية. هنا احمرت بس اغمقت سنة. هنشيل شوية ونسيب شوية صغيرين خالص في قلب الكشك. دول اللي هنشيلهم، دول هنرشه على طبق الكشك في الآخر. الكشك بتاعنا هنا فك خلاص. أنا غسلته، فضيت المية اللي كنت سايباه يفك فيها، وبعد كده غسلته تاني بمية نظيفة. وهنا بعصره بإيدي وبحطه على البصلة. هنضيف الشوربة بتاعتنا. أي نوع شوربة، شوربة فراخ أو شوربة لحمة. أهم حاجة تبقى الشوربة طعمها حلو. هنضيف الشوربة على كمية الفريك تستوي فيها. كده حجم كمية الشوربة كويسة. هنضيف مكعب مرق الدجاج. وهنظبط ملح الشوربة، يعني نحط شوية ملح وشوية فلفل اسود، الشوربة بتاعتنا اصلا فيها ملح. هنسيبه مع نفسه لحد ما يستوي خالص. هنا كده الكشك استوى. هنجيب كوباية لبن متدوب فيهم 2 معلقة نشا صغيرة. هنضيف اللبن اللي فيه النشا. هنلاقي دلوقتي كل ما يغلي الكشك كل ما هيتقل. يا هنزوده لبن، وبعد كده وقت نحط الشوربة لحد ما القوام يبقى مظبوط. شايفين تقل ازاي؟ هنضيف شوية لبن تاني. اللي بتقله كده النشا طبعا. يا دوبك يغلي غليبتين ويطفي عشان هو خلاص استوى.
وهنا حطيناه في طبق ورشينا على وشه التقلية. جميل، طعمه جميل، هيعجبكم جدا.